وخلينا نروح بقى للنادي الاهلي اللي اكيد واحنا بنتكلم استعداد قوي ومهم. الناس واحنا بنتكلم على النادي الاهلي في الاخر الاجواء في كرة القدم المصرية في التوقيت الحالي ضبابية جدا، عشان بس نبقى متفقين. ضبابية لان احنا بنشوف حاجات كتير جدا، سواء بقى في منظومة التحكيم، منظومة إدارة الكورة، منظومة الإدارات الأندية اللي ممكن تكون فيها بعض الحاجات اللي بتشوش على حلاوة الكورة وهدفها الأساسي من انك بتلعبها انك تستمتع وتنبسط، وانك لا تخوض في كلام على النادي الآخر وحاجات كتير جدا من هذا القبيل. لكن في مصر في الوقت الحالي الأمور صعبة جدا. مسؤولين في بعض الأندية الأمور بالنسبة لهم يعني بقى الهدف انك تتكلم فقط، مش انك تشتغل. اشتغل واعمل لناديك وحقق معاه بطولات وعدل من المواقف المالية والمواقف الخاص للنادي بتاعك عشان يبقى افضل وافضل وافضل. لكن الكلام وان احنا نتكلم كتير ونقعد نبص للأندية الاخرى، ده اخد كام ده ما اخدش كام، ونبص لاشخاص ولاعيبه اخرين ونبتدي نطلع نتكلم على الناس دي، ده هو الضبابية والشكل اللي احنا مش حابينه في الكورة. انا والله ما بنشوفش رؤساء أندية ولا مسؤولين في أندية ولا مسؤولين في اتحادات بيطلعوا يتكلموا على اتحادات أخرى ولا أندية أخرى. فبالتالي الموضوع ضبابي والأمور يعني بقت صعبة جدا في الكورة. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنبسط فيها انك بتشوف فريق زي النادي الأهلي موجود في كأس العالم للأندية، هتشوف بقى بيلعب مع أندية كبيرة، تنبسط تسعد بالجو العام للشكل اللي هيحصل في كأس العالم للأندية. أتمنى النادي الأهلي التوفيق، أتمنى لهم إن شاء الله يقدموا يعني بطولة كويسة. ليه لا؟ ليه لا ما نحققش أفضل من المركز الثالث؟ وده شيء يعني مطروح على في الكورة دايما باستمرار، ما دام عندك الطموح وعندك اللاعبين إن شاء الله تبقى الأمور كما يجب في هذه البطولة بالنسبة للنادي الأهلي. خليني أروح